شايفها ازاي بالنسبه لي لاحمد الشناوي وبالنسبه للاعب اللي معاه؟ طبعا يعني دي بطولة غير أي بطولة طبعا، زي كأس عالم تاني، يعني دي تعتبر كأس عالم. فأتمنى إن كل واحد من المنتخب يحط هدف في دماغه إن احنا مش رايحين نلعب 3 ماتشات ونرجع، رايحين اللي احنا نقدم مهمة، عايزين نعمل حاجة كويسة، ناخد ميدالية. بقالنا فترة بقالنا 20 سنة، فمش عايزين نروح ضيوف شرف ونرجع تاني. أتمنى يعني من ربنا يقدرنا ونكرم ونعمل بطولة كويسة زي بطولة المغرب. ان شاء الله يكون ده هدف قدامنا. اللعيبه كلها حاسه ان احنا داخلين على حاجه، على مرحله صعبه، وما عادش غير 25 يوم او 24 يوم على اول ماتش صعب، ماتش البرازيل. اتمنى ان احنا نعمل حاجه كويسه، واتمنى ان ربنا يوفقنا هناك ونرجع منصورين عاملين حاجه لينا وحاجه لمصر طبعا. الشناوي وشريف وعصام الحضري في بطوله افريقيا. إيه، الشناوي كان احتياطي وشريف كان بره، ما لعبتش ليه؟ عصام، هل كان عصام متفوق عليك؟ اه الفتره اللي فاتت انا ما كنتش دي هي اول حاجه، وجهه نظر مدير فني ووجهه نظر مدرب حراس، طبعا ما حدش يقدر يتكلم فيها. تاني حاجه طبعا انا مش معايا جون قليل، انا معايا كابتن عصام الحضري، فلازم الشناوي يكون معدي كابتن عصام الحضري بمراحل عشان يلعب. فطبعا انا ما كنتش فارق الفتره اللي فاتت دي عن الكابتن عصام الحضري، وهو طبعا ليه حق اللي هو يلعب، لان الفتره اللي فاتت ما كنتش كويس، كنت مركز في كذا حاجه، فما كانش ليا نصيب. فطبعا برضه في الاول وفي الاخر انا اكيد زعلان ما لعبتش، بس يعني فرحان ان احنا كسبنا ماتشين في كاس عالم، وحزين ان احنا خرجنا من بطوله افريقيا. كنا نتمنى ان احنا نبقى موجودين في شهر واحد في بطوله افريقيا، بس يمكن ربنا يشيل لنا خير الفتره الجايه ان شاء الله.